لرصاص البندقية، غني سمسمية لرصاص البندقية، والكل قوية حضنا جنودها المدافع. تامر ريكو أحد العاملين بمجال فن السمسمية. توثيق التاريخ بالغنى ده موجود من قديم الأزل. التوثيق آلة شعبية في إيد الشعب يحكي عليها هموم. سمير وعلي ومسعود غني للجنود، سمير وعلي ومسعود وغباشي لاجل يعود، وفي ايده النصر ليا غني يا سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل ايد قوية حضنا جنودها المدافع. في اكتر من فترة السمسمية كان ليها دور، وكانت هي الراوي وكانت هي الموثق الرئيسي لهذه الأحداث. من بداية حفر القنال ودخول السمسمية لإقليم القناة عن طريق الهجانة مع بداية حفر القناة في السويس، ما كانش فيه اسم تاني لأي مدينة إلا السويس والفرمة. فبداية السمسمية في مدن القناة عندنا من هنا من السويس. تفاعلت مع أحداث كتيرة في السويس. يمكن أكتر فترة ظهرت فيها كانت فترة النكسة مع تكوين فرقة ولاد الأرض الكابتن غزالي. كانت هي الفترة دي اللي كل أغاني السمسمية لفت مصر بحكم المهجرين، الناس اللي هاجرت من السويس، كل واحد قعد في بلد واللي اتمركز في القاهرة. أصبحت إن بقت في فرق بتطلع من داخل المهجرين دول بيغنوا على الآلة الشعبية بتاعتهم على السمسمية. السمسمية دي الآلة الموسيقية المتاحة لولاد الشعب يعني، ومشهورة جدا في إقليم القناة، وسهل أي حد يقدر يعملها من الناس يعني. عشان كده هي الوجدان المصري في القناة. ناس فقراء عاوزين بيقولوا مزيكا ما عندهمش إمكانيات فيعملوا السمسمية، ويستودعوا السمسمية دي ذكرياتهم وطموحاتهم وهمومهم. لمجد بلاده حارس من غدر الصهيونية، سمسمية لرصاص البندقية، والكل قوية حضنا جنودها المدافع. ولاد الأرض مجموعة من الناس شباب كان متطوع في القتال في الحرب، بجانب واجبه اللي في العمل الفدائي الوقت اللي هو فاضي فيه شاعر يكتب أغاني وطنية والناس تغنيه ونطلع نقول للناس. يأدي الواجب كامل واديله ورده هديه. تم تكوين فريق ولاد الارض لف كل الشوادر اللي كان فيها مهجرين في كل البلاد. كانت السمسميه في الوقت ده ما بتقولش اي حاجه الا مقاومه، اغاني مقاومه بتحس الجنود على النصر، بتطمن المهجرين ان في رجوع، بتطمن الجيش المصري ان في وراك ظهير يلا تقدم. كانت كل الاغاني في هذه الفتره من 67 وحتى العوده ل 74 كانت كلها اغاني مبشره للنصر واغاني في حين تحقيق النصر. عمر يا سويس يا مدينتنا يا مدينتنا يا ام المداين، ورجعنا تاني لحنتنا وصحبتنا والنور اهو باين. وعمر يا سويس يا مدينتنا يا مدينتنا يا ام المداين، ورجعنا تاني لحنتنا وصحبتنا والنور اهو باين. استاذ احمد حسين عازف سمسميه وفوكال، استاذ مصطفى الدشناوي عازف سمسميه وفوكال، استاذ محمد الكفراوي عازف سمسميه وعازف طنبوره، والفنان برضه مصطفى الدشناوي عازف من عازفين الطنبوره المميزين وكويسين جدا، الاستاذ محمد رزه ايقاع، والاستاذ سيد ونش على الايقاع. السمسميه في السويس عرفتنا حاجات كتيره جدا، خلتنا رحنا محافظات كتيره، شفنا جنوب سيناء، شفنا الغردقه، شفنا غارب، شفنا مجالات كتيره في مجال السمسميه، وعرفتنا حبيبتنا في بعض. بلد يعني السمسميه جميله. السمسميه هي حياتنا كفي السويس يعني، هي الآلة الوحيده اللي احنا بنقدر نعبر فيها عن فرحنا، عن اي مناسبه من مناسباتنا لازم نتجمع على السمسميه. يعني اي مناسبه من المناسبات نتجمع على السمسميه، لان ان مفيش حد بيتكلم على السمسميه، وده تراث بلد يعني. يعني السمسميه احنا كبرنا لقينا في فنانين سمسميه كبار، فنانين سمسميه كتير، في ناس كتيره بتعزف سمسميه بتتكلم عن البلد. دلوقتي لقينا مفيش حد بيتكلم عن البلد، مفيش حد بيتكلم عن السمسميه وعن البلد، كل السمسميه افراح وهيصه وبتاع، مفيش تراث، مفيش الكلام اللي كان زمان اللي احنا اتربينا لقيناه، يعني طلعنا لقيناه حاجات بتتكلم عن البلد وبتتكلم عن الكفاح وبتحفز الناس وبتحرك الناس، مفيش حاجه من الحاجات دي. اسمع يا إسرائيل
طفولتنا كلها حركه وعمل، واحنا اتولدنا في زمن كانت مصر فيه محتله بالكامل. احنا قبل 5 يونيو كانت محافظه السويس من اسعد محافظات مصر، محافظه ما فيهاش عاطل، كل يوم فيها مصالح، كل مصر بتيجي للسويس. 5 يونيو هوب كل ده راح، ولا الشعب كان متعلم حاجه ولا بنعرف حاجه، بس ما هنش علينا نسلم بلدنا. قاومنا بكل الوسائل المتاحه، وفي المقاومه والاخلاص بالمقاومه الابداع بيتوالى، اللي بيمسك خشبه اللي يمسك حديد. ضمن الحشد ده كان عندنا وقت، يعني المعركه استمرت 6 سنين. 6 سنين احنا قاعدين في الحفر، فما فيش حاجه نعملها غير طول النهار مستنيين الخدمه والنوم والخدمه والنوم. فانا كنت مسؤول عن قطاع كبير من الفدائيين والمقاومه، فعشان يعني اسلي الناس دي او يعني نزكي وقتنا، فربنا هداني لفكره ان احنا نغني. فانا كتبت شعر المقاومه هم يغنوا. كل اللي سمع الاغاني دي من الزوار انبهر بيها، وحسيت ان من خلال الاغاني دي نستطيع ان احنا نعمل في فترات ايقاف اطلاق النار نحارب ونجيش الوطن. فكنا بناخد اجازات ميدانيه نروح فيها نزور البلاد ونقول لهم ايه اللي بيحصل في الجبهه. ولعمر رايه النصر هتفارق جبينك يا وطن، احنا فداك. ولعمر دقت كعبنا فوق ارضنا تفارق خطاك. الشعب هو البندقيه والمدافع والرصاص، احنا الشباب الفدائيه جند المقاومه والخلاص. ولا عمر رايه النصر هتفارق جبينك، ولا عمر الظلم دام على ارضنا. اسال تاريخنا والزمان، على ارضنا يا من هزم مغول تتار فرس ورومان. الشعب عمره ما ينهزم ويقول خلاص تشهد اثرنا بمجدنا وبجندنا نجيب الحق. ولاد الارض في 67 وفي وقت النكسه كان لهم هدف اتجمعوا عليه، كان عليهم قضيه بيحاربوا القضيه بكلمتهم بفنهم، بيحاربوا القضيه. برضه في 2015 ليهم قضيه بس قضيه فنيه، ان في ظل الهجوم العشوائي من الموسيقى العشوائيه اللي بتغزو مصر كلها. النهارده كل بيت فيه مهرجانات، بنسمع دب ودش مش فاهمين حاجه في اي حاجه، زائد مطربين ومطربات وعري. فاحنا بنحاول هنقول التراث السويسي، هنقول احنا عندنا فن، عندنا هويه، هنقدر نخلي ان اولادنا يسمعوا فن محترم، ممكن نقول لهم عنه قيم ومبادئ ونقول حاجات محترمه من داخل فن محترم. بنحاول جاهدين والنجاح بتاع ربنا والتوفيق باذن الله. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس.